يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. كل عام وانتم بخير، الله يتقبل طاعاتكم. بتعرفوا كل ست إلها طريقة معينة في عمل المعمول ومكونات معينة. بتضل الطريقة التراثية القديمة بالسميد الخشن. دائما كانوا الستات زمان يستخدموا السميد الخشن في عمل المعمول. بدي أعمل اليوم الفستق الحلبي، بدي سكر ناعم، وبدي خميرة، مية ورد، مية زهر، سمن حيواني أفضل من السمن النباتي، 3 كوب سميد خشن. ممكن تضيفوا شوي قليلة من السميد الناعم اختياري. حطيت عليهم 3 معالق سكر أو معلقتين، وبدي أحط 3 ملاعق من خلطة الكعك أو دقة المعمول أو دقة الكعك، وبدي أحط يانسون حسب الرغبة، ورشة ملح صغيرة دائما بنحطها للحلويات لتوازن العجين. وبدنا نبسهم هلأ منيح في الإيدين حتى يختلط كمية السمنة مع السميد. بنفركهم منيح، نتأكد إنه كمية السمنة وصلت لجميع المناطق السميد. طبعا ممكن إنه تخلوها 3 أيام بعد ما تحطوا السمنة، بتتحمل خصوصا بالبرد. أنا بدي أخليها 12 ساعة، بتبسوها تاني يوم بنعملها. تركتها يوم أو يومين، وهلأ بدي أنقي الفستق الحلبي. مرات بيكون في قشر، انتبهوا حتى لو انطحن بيطلع إنه في الأسنان ممكن إنه يتآذوا الأسنان. نقيته وبطول القشر اللي فيه، وهلأ بدي أطحنه. اختياري إنكم تطحنوه خشن أو ناعم. طبعا في ناس كتير بيحبوا يكون ظاهر جوا حبة المعمول. طحنت سكر ناعم علشان أحطه على الفستق الحلبي. في ناس بتحط قطر بيكون بتماسك الفستق الحلبي في القطر. أنا بفضل السكر الناعم، بيكون منظر الفستق الحلبي جوات حبة المعمول أحلى. عملت خشن وعملت ناعم، ونشوف هلأ كيف بدنا نعجن السميد بعد مرور 12 ساعة على الأقل. بدي أضيف ملعقة صغيرة خميرة، لأنها السمنة أصلا هي بتخمر، فمش لازم نكتر خميرة خصوصا إذا كان الطقس دافي. وبدي أعجن بماء زهر وماء ورد ويكون مخفف. إذا كان عندكم ماء الزهر والورد مركز لازم نضيفوا مي، وممكن تعجنوا بالحليب السائل. بيطلع كتير طري معاكم، خصوصا إذا كانت الدنيا برد. ممكن إنه تعجنوا ماء زهر مع حليب سائل مع ماء ورد بنسب انتو كيف بتحبوا. أنا هالمرة عجنت بماء الزهر وماء الورد المخفف حتى ما يطلع معانا مر. إذا كان مركز كتير ماء الورد بيطلع العجينة مرة. ولازم نعجن بالتدريج، رح تاخد معانا حوالي كوب من السوائل بالتدريج. بدنا العجينة تكون طرية شوي، وبنفس الوقت ما تلتصق ما تلزق بإيدينا وإحنا بدنا نحشيها. أهم إشي إنه نضيف المي بالتدريج مش مرة واحدة، حتى ما تطلع معاكم طرية كتير وما تعرفوش كيف تحلوا الوضع. عادة بتطلع طرية بيزيدوا لها طحين، وممكن إنه ما تطلع النتيجة مثل ما بدنا. بتكون بهذا الشكل. وهلأ بدي أحشي حبات الفستق الحلبي مثل طريقة الكبة. بنحشيها بطريقة طولية. ممكن إنه تستخدموا قالب المعمول القديم اللي بيكون طولي. أنا هالمرة عندي قالب المعمول دائري للفستق الحلبي. بتحاولوا إنها العجينة تكون أصغر شوي من فتحة القالب علشان بدنا نحشيها، فبتطلع أكبر، ما تطلع كتير معكم خميلة، وبنفس الوقت ما تكون كتير رقيقة. بهذا الشكل. في ناس بيحبوا تكون العجينة كتير رقيقة، الأفضل لا، لأنه ممكن تنحرق معانا. وزاكي طعم السميد حتى، خصوصا هو بيطلع بين الأسنان وبيكون السميد الخشن زي أهل زمان، في طعم معين للمعمول بالسميد الخشن. هلا بدي أحشي الكمية كلها، وإذا لقيتوا إنه كتير العجينة كبيرة على القالب بتاخدوا منها شوي. الشغلة بالنظر يعني، حتى المقادير دايما يعني بحس أن مرات ممكن أزيد شوية سميد، بس ولا مرة استخدمت الطحين في المعمول. دايما بستخدم السميد إما وسط أو خشن، وممكن تضيفوا شوية ناعم اختياري حتى إنكم تقدروا تعجنوا العجينة. عملت كل الكمية وطبعتها. بنقول إحنا بنطبع المعمول بقالب الخشب. في ناس بتحب تنقش بالشوكة أو بالملقط.
طبعا على طول رح أخبزهم، لازم يكون الفرن حامي، لازم حامي. بالأول ممكن إنكم تحمروا الوجه حتى ما يروح النقش، وبعدين بتكون النار من تحت وبتردوا بترجعوها النار من فوق حتى نوصل لهاي النتيجة. عملت بالتمر وعملت بالفستق الحلبي. إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. أهم إشي العيار، إنه كل 3 كوب سميد إلهم كوب سمنة حيواني أو نباتي. وصحتين وعافية، وكل سنة وأنتم سالمين.